بيبتدي الفيلم بمؤتمر في شركة بابل للتكنولوجيا. بيكون مارك بيتكلم عن اختراعه أول روبوت في العالم، بيكون مبرمج إن هو يكون صديق للأطفال وبيساعدهم على تكوين أصدقائهم. بيبدأ مارك يعرفهم على أنزرو اللي بيكون صاحب الشركة ومتبني فكرته. بيبدأ مارك يعمل سحب عشوائي وبيختار بنت اسمها إلي، وبتاخد هدية أول روبوت في العالم وبتحط إيديها على الروبوت، وبيبدأ يحمل كل بياناتها وبيتحول للأشكال اللي هي بتحبها وبتلعب معاه وبتكون فرحانة جدا. بيقول مارك لإيلي إن الروبوت هيساعدها على تكوين أصدقاء جديدة. بيروح الروبوت عشان يتعرف على أطفال اللي قاعدين وبيعرفهم على إيلي، ويبدأ الأطفال كلهم يشتروا الروبوتات الجديدة ما عدا الطفل باربي اللي بيكون من عيلة متوسطة الحال، ما بيقدروش يشتروا له روبوت. بيروح بارني المدرسة بالسكوتر بتاعه، بس بيخبط في عربية بتكون محملة روبوتات وبيقع واحد منهم وبيتكسر. واول ما بارني بيخش المدرسة بيلاقي اصحابه كلهم معاهم روبوتات، وهو الوحيد اللي مش معاه روبوت، وكل الاطفال بقوا معتمدين على روبوتات بشكل اساسي. بيلاقي بارني نفسه وحيد، وبتشوف المعلمة وبتاخده وبيروحوا يقعدوا على ديسك في الحوش، وبتبدأ تقول لزمايله ان عيد ميلاده النهارده. بيبدأ زمايله ان هم ييجوا ويتنمروا عليه عشان ما معهوش روبوت. وبيروح البيت وبيلاقي باباه مشغول وبيعمل مكالمة شغل عشان يبيع اللعب اللي هو بيصنعها. بيلاقي جدته عاملة تحضيرات لعيد الميلاد، لكن بارني بيقول لها ان هو ما دعاش اي حد من صحابه. وبيفتكر بارني اخر مرة عمل فيها عيد ميلاد لما اصحابه جوله وولعوا في الشقة. بيقول بارني لبابا ان هو ما دعاش حد عشان كلهم بيبعتوا الدعوات على الروبوتات، ومحدش بقى يبص على الدعوات الورقية. وانا عايز روبوت. بابا بيقوله لا، انا مش عايزك تدمن جهاز معين، انا عايزك تعيش سنك وتكون اصدقاء وتلعب معاهم. وبيرن الجرس وبيروح بارني عشان يشوف مين، وبيفتح الباب بيلاقي قدامه هدية متغلفة على شكل روبوت. بيروح عشان يفتحه بيلاقيها صخرة، وبيلاقي اصحابه بيتنمروا عليه عشان ما عندوش روبوت. بيزعل بارني جدا. بتقوم جدته بطرد اصحابه وبتاخد باباه عشان يروحوا يجيبوا روبوت لبارني ويفرحوه ويعوضوه عن وفاة مامته. بيروح للشركة بتاعته روبوتات بس بيلاقيها قفلت، وبيتحايلوا على الموظفة اللي هناك انها تفتح لهم، وبترد الموظفة عليهم وتقول لهم ان الشركة قفلت خلاص. فبتقول جدة بارني الموظفة انها ممكن تديهم روبوت مقابل المعزة بتاعتهم. بترد عليها الموظفة وتقول لها مش هينفع اديك اي روبوتات غير بفلوس، وكمان لازم تكونوا حاجزين الروبوت قبلها ب3 شهور. فبيشوف ابو بارني العربية اللي فيها روبوتات اللي بارني خبط فيها الصبح، وبيسمعوا هما بيقولوا ان الروبوت ده وقع واتكسر، وبيقرر ان هو ياخده منهم بسعر رخيص. وبيحط الروبوت في اوضه بارني وهو نايم. اول ما بيصحى يشوف الروبوت وبيفرح جدا ان بابا جاب له روبوت، وبيحضنه هو وجدته. وبيلمس بارني الروبوت عشان يحمل عليه البيانات، لكن بيتفاجئ ان هو مش شغال ومكسور وهيفصل شحنه. وبيشتغل الروبوت بشكل غريب عشان بياناته بتكون مش كامله. بيطلب من بارني ان هو يوصله بواي فاي شركه بابل عشان يحمل من عليه البيانات. بيقرر بارني ان هو ياخده معاه المدرسه، بس بيلاقيه فصل شحن وبيسيبه في البيت وبيروح المدرسه. واول ما بيرجع بيلاقي الروبوت متبهدل كل الاوضه، وبيلاقي الروبوت قاعد وبيلعب مع جدته، وبياخده عشان يبدله بشركه بواحد تاني. هما في الطريق بيقابلوا صحاب بارني وبيتنمروا عليه تاني، فبيضرب الروبوت صاحبه بالقلم وبيبدأ يهجم على كل اصحاب بارني وبيجري هو والروبوت. وبيكون بارني فرحان جدا عشان لقى حد يدافع عنه وبينقذه من التنمر. وبيسأل بارني الروبوت وبيقوله انت ازاي ضربت ريتش صاحبي وانت عندك اعدادات امان ان انت ما تأذيش اي انسان؟ فبيرد الروبوت ويقوله انا ما حملتش اي اعدادات. وبيقرر بارني انه يسيبه وما يرجعوش للشركة. فجأة بيجي ضابط شرطة وبياخد الروبوت عشان يرجعه للشركة. في الشركة بتقول موظفة لأهل بارني ان الروبوت ده مش مسجل على قاعدة البيانات بتاعة الشركة. وبتقول جدة بارني ان هم اشتروه من عامل الجراج، بس الموظفة ما بتصدقهمش وبيقرروا ان هم يودوه عشان يتحطم. بيحاول بارني ان هو ينقذه وبياخدوا ويهربوا منهم، بس بيكون هيتمسكوا. فبيضطر ان هو ياخد روبوت تاني مكان دوت، فبيدوم له عشان يحطموه. وبيبدأ بارني ياخد رون ويخبيه في البيت من غير ما اهله يعرفوا. بنروح بقى لمارك واندرو اللي بيكونوا في لقاء صحفي بعد ما باعوا 100 مليون روبوت. وبتبدأ المذيعة تسألهم عن الروبوت اللي ضرب طفل. فبيتواصل أندرو مع موظفة الشركة وبيسألها عن الروبوت، فبتقوله احنا دمرناه. فبيطمن. بيروح لبارني اللي بيعلم الروبوت ازاي يبقى صديقه، وبيعمل له لوحة عنوانها كيف تصبح صديق، وبيكتب فيه ان هو لازم يعرف عنه كل حاجة وان هو يحبه ويدعمه وما يضربش حد. وبيعرفه الحاجات اللي بيحبها والحاجات اللي ما بيحبهاش. وبيعرفه ان هو عنده حساسية من الصوف وبيخاف من الضلمة. بيكونوا قاعدين على جبل وبيفرح بارني انه لقى صديق العمر وبيسلم عليه، لكن بيقع رون من على الجبل وبيخش بيه
صاحب بارني سافانا، وبتبدأ سافانا تستغرب لما تشوف بارني ومعاه روبوت، وبتقوله ليه ما بعتليش طلب صداقة. فبيقولها بارني ان روبوت رون ما بيكونش صداقات. بتبدأ سافانا على الروبوت ان هو ملوش لازمه، وبتقول له رون ان مهمته الاساسيه هي تكوين صداقات. وبيسالها رون ازاي يكون صداقات، فبتقول له لازم تشارك معلومات عن بارني وروتينه اليومي مع الاشخاص اللي بيحبوا نفس الحاجات، وكده هيبقوا اصدقاء. بيروح بارني البيت وينام هو ورون، فالنور بيقطع ويزود رون من اضاءته لحد ما بارني ينام. بنروح لاندرو اللي بيشوف فيديو لرون وهو بيعرف حمام السباحه بتاع سافانا، وبيعرف ان هو لسه موجود عشان هو مش متسجل بشكل قانوني، فما بيعرفش يحدد مكانه. بيدخل عليه مارك بيوروا له صوره لبارني وهو بيلعب مع رون، وبيكون واضح في الصور ان هما بيكونوا فرحانين. وبيقول مارك لاندرو احنا لازم نجيب بارني هنا عشان يعلمنا ازاي قدر يغير برمجه الريموت، وان هو عايز يضيف الخاصيه دي لباقي الروبوتات. بيبعت اندرو عربيات الشركه عشان تدور على رون. وبنروح لرون اللي بينزل الشوارع المدينه عشان يدور على اصدقاء لبارني، وفي نفس الطريقه بتاعه سافانا، وبينجح انه يلاقي اصدقاء لبارني ويبدا يعرفوا عليهم، بس بيلاقيهم كبار في السن وبيعملوا تصرفات غريبة. بيجي مدرس بارني يخش المديرة وبياخد ريتش الروبوت رون، وبيعرف ان الروبوت ما عندوش اعدادات امان، وبيبدأ نسخ الاعدادات للروبوتات بتاعتهم. بنروح لبارني اللي بيشوف سافانا وبيعرف منها ان الفيديو بتاع رون اتشهر والشركة بتاعت الروبوتات شافته وجات المدرسة عشانها. وبيخش بارني مكتب المديرة ولسه بتسأله موظفة الشركة عن مكان الروبوت. بتلاقي الروبوتات بتضرب بعضها، تطلع سافانا بس مباشر من المدرسة وتوريهم الروبوتات وهما بيضربوا بعض. في نفس الوقت بيشوف اندرو البث وبيأمر مارك ان هو يرجع اعدادات الامن والسلامه لكل الروبوتات. بينجح مارك ان هو ينقذ الموقف، وبتطرد المديره بارني عشان بيكون هو السبب في كل اللي حصل. وبيتضايق بارني وبيأمر رون ان هو يسيبه يمشي. نرجع لشركة بابل اللي بتكون بتخسر كل عملائها بسبب اللي حصل، وكمان الناس بتشتكي لان الروبوتات مش شغالة زي الاول. وبتيجي فكرة لاندرو ان هو يحذف كل الفيديوهات الروبوتات من على النت ويحط بدلها فيديوهات للقطط، ويحاكموا الاطفال بسبب سوء استخدامهم للروبوتات، وكده هيكون حل المشكله. بنروح لبارني اللي بيكون قاعد في البيت حزين، وفجاه بيخش عليه الروبوت رون وبيكون متغلف وبيقول له ان هو جاهز عشان يرجعه للشركه عشان هو غبي وما قدرش ان هو يساعده. بيرد عليه بارني وبيقول له انا ما اقدرش ارجعك الشركه عشان انت صديقي، وبيحضنه وبيحط له ستيكر افضل صديق. بيغير عنوان اللوحة وبيقول له نكون أصدقاء. بنسمع صوت موظفة بابل وهي بتقول لأهله إن هما جايين عشان ياخدوا رون. بيقرر بيرن إن هو يهرب هو ورون، وبيخش بيت سافانا وبتكون حزينة جدا عشان اللي حصل في البث. بيهون عليها وبيسيبها وبيروح الغابة. وبنروح لأندرو صاحب شركة بابل اللي بيأمر كل العمال اللي شغالين عنده إن هما يفتحوا كاميرات الروبوتات ويتجسسوا على الأطفال ويعرفوا مكان الروبوت رون. نرجع لبارني اللي بيكون بيلعب مع رون وبيكون فرحان جدا. وبالليل بيحكي بارني لرون وبيقول له ان سافانا وريتش كانوا اصحابه المقربين، وكمان حضروا عيد ميلاده اللي فات، ولما جابوا الروبوتات بقى كل واحد فيهم لوحده لحد ما انت جيت وبقيت صديقي المفضل. وبيبدأ بارني ان هو ينام وبيحكي له رون حكاية قبل النوم ويزود اضاءته عشان بارني يعرف ينام. وبنروح لاهل بارني اللي بيروحوا يدوروا على بارني، وبيكون بابا حزين جدا عشان كان مشغول في الشغل وملقاش وقت يقعد مع بارني. بنروح لسافانا اللي بتقول لريتش انت السبب في كل اللي بيحصل ده، وان دلوقتي بارني مفقود في الغابة. وبنروح لبارني اللي بيعرف ان الروبوت رون 5% وهيفصل، فقرر ان هو يفصله. في نفس الوقت بيعرف اندرو مكان الروبوت من فيديو سافانا لما كانت بتقول لريتش ان بارني في الغابة. بيقرر اندرو ان هو يبعت جيش من الروبوتات للمدينة عشان يجيبوا رون، لكن بارني بيقدر ان هو يستخبى منهم. وبيتعب بارني عشان بيكون مصاب بالربو وما استخدمش البخاخة بتاعته من اول اليوم. بيشتغل رون وبيشيل بارني وبيضحي بنفسه عشان ينقذ بارني. بنشوف سافانا رون وهو شايل بارني فبتجري عليه هي وباقي اصحابه. في نفس الوقت بيجي مارك وينقذ حياة بارني وبيجي عشان ياخدوا رون، بس اصحابه ما بيرضوش يخلوهم ياخدوه وبيقولهم ان الروبوت ده بطل عشان انقذ حياة بارني. بينتشر فيديو للروبوت رون وهو بينقذ بارني وبيعتبروا الناس ان رون بطل. بروح لأندرو صاحب شركة بابل اللي بيستغل انتشار الفيديو لصالحه في الدعاية عشان يزود نسب المبيعات. بنرجع بقى لأصحاب بارني اللي بيكونوا قاعدين في المستشفى ومستنيين بارني فوق، بيكونوا بيتكلموا ان الروبوتات دمرت حياتهم وبعدتهم عن بعض. وفي نفس الوقت بيفوق بارني وبيعتذر له بابا ان هو كان بعيد عنه الفترة اللي فاتت، وبيخش عليه مارك وبيقول لبارني ان هو خد الروبوت وصلحه ورجعه زي بقية الروبوتات. بس بيضايق بارني وبيقول لمارك ان هو يرجع الروبوت زي ما كان، وبيحاول مارك ان هو يرجع النظام زي ما كان، بس بيتفاجئ لما بيعرف ان اندرو طرده من الشركة
وألغى تحكمه في الأجهزة. عشان كده قرر مارك إن هو يساعد بارني إنه يرجع نظام رون القديم. بيروحوا للشركة وبيتساعدهم جدتهم بتنكر في زي عاملة نظافة، وفي نفس الوقت بيعطل باباه الأمن، وده بيسمح لجدته إنها تدخل مارك وبارني ورون والمعزة بتاعتهم الشركة. وبتبدأ المعزة تقطع الأسلاك، وكده بتكون أبواب الشركة كلها بتتفتح، وبيروح بارني وبيخش أرشيف البيانات. وبنرجع بقى لأندرو اللي بيعرف خطة بارني لاسترجاع صديقه رون. ويبدأ أندرو يقول لبابا بارني إن هو صنع روبوتات عشان يتجسس على الأطفال ويبيع لهم منتجاته. بيؤمر العامل ان هو يقطع الكهرباء على الارشيف بتاع البيانات، وبيؤمر الامن ان هم يروحوا ويقبضوا على بارني. فبنرجع لبارني اللي بيكون بيدور على بيانات رون بس ما بيلاقيش حاجة. بيفتح بالغلط كاميرات اصحابه وبيشوفهم قد ايه كانوا حزينين عشان بيحسوا بالوحدة، لكن النور بيتقطع. بيكون بارني خايف جدا، بس فجأة بيلاقي النور خارج من ارشيف البيانات وبيعرف انها بيانات رون. وبياخد البيانات وبيركبها في الروبوت رون. وهنا بيعرف مارك ان هما مختلف عن بقية الروبوتات عشان هو متحمل بالبيانات الخاصة اللي عملها بارني ليه. نرجع لبارني انه يكون فرحان جدا وبيلعب مع رون، لكن رون بيسيبه وبيبص على كاميرات صحابه وبيقوله انهم كلهم حزينين وحاسين بالوحدة. فبيقرر رون ان هو ينسخ بياناته لجميع الروبوتات. بيكتشف بارني ان ده هيدمر رون، وبيحاول بارني ان هو يمنعه، لكن رون بيرفض وبيقنعه انه ينقل البيانات لجميع الروبوتات. بيبدأ بنقل البيانات لجميع الروبوتات. وبنروح لمارك اللي بيعرض فيديو على اعتراف أندرو انه بيتجسس على الأطفال عشان مصلحته. بيبدأ أندرو بالتنحي عن منصبه لمارك. بعد 3 شهور بيكون بارني نجح ان هو يرجع أصدقائه لقدام تاني، وبيقعدوا مع بعض وبيكونوا فرحانين. وبتكون كل الروبوتات بتحب بارني عشان جواه نسخة رون. بس كده بيكون فيلمنا خلص النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.